السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. طبعا حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا منكم الاشتراك في القناة وكومنتات جميلة تعجبني وتتفرحني ولايك حلو جميل عشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين. يلا تعالوا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه النهارده. النهارده معايا كوبايه كده حلوه من اللبن الحليب، حطيت عليها 3 معالق من السكر وباكو من الخميره الفوريه كمان، وندوب الخليط مع بعض كويس قوي. حطيت هنا كمان معلقتين كبار من الزبده، والزبده تكون بدرجه حراره الغرفه، ما تكونش متجمده. زي ما انتوا شايفين بخلط الزبده مع الخميره والسكر واللبن، وبحط عليهم 2 باكو من الفانيليا السكر. كده بس، انا مش هضيف اي حاجة تاني غير ان انا هضيف الدقيق اللي عندي. انا عندي نص كيلو من الدقيق، مش هضيفه طبعا كله مرة واحدة. هو مش نص كيلو بالظبط، هم 400 جرام، يعني حوالي 4 كوبايات ممسوحين. مش هضيفه كله مرة واحدة، هضيف بالتدريج لغاية ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها في العجينة، واخليها بالقوام اللي انا عايزاه. طبعا النهاردة مش هتكلم كتير في الفيديو، انا هسيب لكم الطريقة تتفرجوا عليها وتشوفوها وتتقنوها كويس، هتعجبكم وصدقوني هتنفذوها على طول. بس ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وكومنتات جميلة، لاني بحبكم جدا 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 وبحب دعمكم ليا. يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا. طول ما انتي طبعا قاعدة كده في البيت، فكري في أفكار جديدة وابتكارات جديدة، هتبص تلاقي نفسك بتستخدمي نفس العجينة بس بالتشكيل طبعا والتغيير في الأشكال. كل يوم بتعملي شكل جديد لولادك، كل يومين على حسب. دي ممكن طبعا تعمليها في التلاجة وتحطيها تحفظيها للأولاد، لوجبات الفطار، لوجبات العشاء الخفيفة. يعني أي وقت تحبي تخرجي من التلاجة منها وتحطي في الفرن وتسخنيه، هتلاقيها زي ما تكون طازة بالظبط. كده انا لميت العجينة بتاعتي خلاص، هبدأ اسيبها في البول عشان تخمر. هديها كمان 45 دقيقة او 40 دقيقة بالظبط، هلاقيها خمرت ما شاء الله، والحجم الضاعف بتاعها، وبقت جميلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. العجينة اللي قدامي دي هتعمل لي 8 قطع من الباتيه المربع. طبعا مش هنتكلم كتير، لان انتوا شايفين طبعا الوصفة قدامكم عاملة ازاي، سهلة وبسيطة ومش محتاجة كلام. وانا طبعا يا جماعة بطبيعتي طبعا اعوذ بالله من كلمة انا، ما بحبش الرغي كتير والكلام الكتير في الفيديوهات. طالما الوصفة قدامكم شايفينها وشايفين المقادير بتاعتها، ما بحبش اتكلم كتير او اوصف كتير. انتوا شوفوا وجربوا وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. فردتها كده على شكل فطيرة صغيرة مدورة.
طبعا ممكن تشكلي في الحشو وتحطي الحشوة اللي انتي عايزاها، اللي تعجبك. بس يفضل انك تحطي طبعا الجبنة، لان ده باتيه طبعا، والعجينة بتاعته محتاجة طبعا تكون ماسكة شوية. فيفضل يعني تكون الجبنة، افضل الحشوات ليه تكون الجبنة. وما تنسيش تقفلي كويس العجين بتاعك على الحشو. هو ده الشكل اللي انا النهائي اللي انا عايزة اوصله. طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة جدا. هنعمل واحدة كمان، طريقتها سهلة جدا وبسيطة ومش هتحيرك. كده انا خلصت المقدار اللي قدامي كله. مين بقى معانا لغاية دلوقتي في الفيديو وما حطش لايك لغاية دلوقتي وما اشتركش في القناة؟ يلا بسرعة نعمل اشتراك ولايك عشان وصفاتي كلها توصل لكم. كده انا دهنت وشها باللبن، طبعا لبن وصفار بيض خفيف، بقى انا بلمع الوش بتاعها بس تلميع. زيني بقى بحبة البركة اللي هي الحبة السوداء، بالسمسم، بأي حاجة انت عايزة تزيني بيها، فول سوداني مثلا مجروش، اي مكسرات عندك او اي حاجة انت عايزة تزيني بيها ضيفيها على الوش. ده طبعا شكلها بعد ما خمرت، سبتها نص ساعة بعد ما شكلتها، نص ساعة بالظبط بعد ما ارتفعت كده. دخلتها على درجة حرارة 180 درجة، وادي الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن، من على الفرن. شايفين جمالها وشايفين الحلاوة بتاعتها والشكل الجميل اللي كانت عليه، وطرية جميل وجميلة جدا جدا جدا. لانش بوكس للأولاد، للفطار، للعشاء، لأي وجبة خفيفة وقت ما تحبيها. حطيها في التلاجة، سخنيها وطلعيها على طول، هتلاقيها جاهزة معاكي. يلا حبايبي قولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسونيش دعوة حلوة وكومنت حلو ولايك جميل منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.